يتحدث الشيخ محمد غريب السعيدي ويلقي كلمة بهذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أخوكم محمد غريب السعيدي الظفيري. إحنا اليوم إخوان والله يعلم الله سبحانه وتعالى رغم الضغوط التي أن أخرج أن أنزل خارج القبيلة، ولكن يعلم الله أني ارتضيت أن أنزل مع إخواني وكل شرف وتقدير. إن دخلت بوجه أبيض وأطلع بوجه أبيض، يعلم الله سبحانه وتعالى. وارتضينا يا إخواني. أمس وبالأمس كنا في النيابة، وأول مرة بحياتي أدخل النيابة، وإن شاء الله آخر مرة. والله يا أخوان دخلنا بعزة من بعد التشاورية، ورأينا أناس والله فيهم من الذلة والعياذ بالله. لذلك إخواني أنا أتكلم أمامكم جميعا. اليوم هذه السلطة سلطة تعيش وللأسف تحترم من له تمثيل، وإن لم يكن لها تمثيل فلا احترام لها ولا شأن ولا تقدير. وللأسف اليوم نحتاج أن نكون لنا تمثيل من خلال أخونا منصور عليان، وبإذن الله سنكون صفا واحدا ويد واحدة مع أخونا حتى نصل إلى المجلس بإذن الله. أنا أقولها بكل صراحة وبدون مجاملة، نجاح أخونا منصور نجاح لنا جميعا، وسقوط منصور، وهذه رسالة أوجهها يا أخوان لنا جميعا، المسؤولية علينا صغار وكبار وحريم وشيوخ. سقوط منصور سقوط لنا جميعا، وإن شاء الله بإذن الله سيصل ب27/7 إلى مجلس الأمة بجهودنا وبجهودكم بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك إخواني هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو مهم جدا، ونحن في هذا الشهر الكريم شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار، لنتكلم بواقعية. لنا إخوان خارج التشاورية، وهؤلاء موجودين ولهم كل الاحترام والتقدير. أنا أطالب جميعا ألا نقع في الغيبة، وألا نقع في النميمة، وأن نبتعد عن كل ما نستطيع، ألا نخسر صلاتنا وصيامنا وقيامنا. هؤلاء جلسنا مع أبو مشعل جزاه الله خير فهد الماجد، وعسى الله يبيض وجهه وبيض وجه الجميع. ارتضينا أن ندخل، وكان الكلام للجميع، من أراد يدخل معنا فهو أخونا، ومن لم يرد أن يدخل معنا كذلك يبقى أخونا. ولذلك ارتضينا جميعا ندخل في هذه التشاورية ونحن بفخر واعتزاز، ودخلنا بوجه أبيض وخرجنا بوجه أبيض. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لأخي منصور، ولكن علينا مسؤولية عظيمة إخواني وأخواتي، كذلك النساء. الجيش الأسود يا إخوان، الجيش الأسود له تأثير كبير في الحضور وفي التغيير، ومن خلال الانتخابات جربنا هذا الأمر. أتمنى أن نسعى بأهلينا وأخواتنا وزوجاتنا من أجل أن نكون لنا بصمة ولنا أثر ولنا وجود في مجلس الأمة. كررت كلامي أننا هذه السلطة إن لم يكن لها تمثيل، قبيلة الظفير إن لم يكن لها تمثيل ولها ممثل في المجلس الأمة يعتبر ليس لها وجود. لذلك نحن المسؤولية علينا جميعا اليوم أن نصل ويكون لنا تمثيل بإذن الله تبارك وتعالى بجهودكم جميعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.